فيلمنا بيبدأ سنة 1996 مع مجرم اسمه كاسيدي اللي كان قاعد في اوضته في دار الايتام جنب اوضة حبيبته فرانسيس، والاتنين كانوا بيكلموا بعض من ورا الحيطان. وبنعرف ان فرانسيس عندها قوة خارقة ومش عارفة تتحكم فيها، فعشان كده الشرطة جاية تقبض عليها. وكاسيدي بيتجنن لما الشرطة بتيجي تقبض على فرانسيس، وبيفضل يخبط على الازاز وبيصرخ. وفرانسيس وهي في عربية الشرطة بتستخدم قوتها الخارقة على الضباط وبتطلع موجات صوتية قوية جدا محدش يقدر يستحملها. والضابط ودانه بتوجعه وبيحاول يقاوم وقدر يضربها بالنار في عينيها، وبالتالي الشرطة عرفت تقبض عليها وودوها لمكان مخصص للأبطال الخارقين وبيحطوها في زنزانة مصنعة مخصوص لفرانسيس. وقوتها الخارقة مش هتشتغل على الزنزانة. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف فرانسيس بعد ما كبرت، والدكاترة بيلبسوا سماعات علشان يحموا ودنهم وبيدوا الأكل والجورنال لفرانسيس، بس هي بتمسك الجورنال الأول عشان تعرف أخبار حبيبها كاسيدي. وبتعرف من الأخبار إن هو محكوم عليه بالإعدام، فبتتضايق جدا وبتنام وبتفضل تفكر فيه. وبعدها بنروح للصحفي إيدي واللي كان بيتكلم مع المحقق مونيجان، والمحقق كان بيطلب من إيدي يروح يتكلم تاني مع كاسيدي لأن كاسيدي أصلا مش عاوز يتكلم مع حد غيرك، وأنا عاوزك تعرف منه هو مخبي الجثث اللي قتلها فين. وإيدي بيضطر يوافق، وفجأة فينوم بيخرج كان هياكل راس المحقق، وإيدي بيسيطر عليه وبياخده الحمام. وفينوم كان متعصب عشان المحقق بيديهم الأوامر، وبيقول لإيدي إحنا المفروض نخرج للمدينة ونحارب الشر. وإيدي بيحاول يهديه وبيقول له أنا أمرتك كذا مرة ما تخرجش وأنا بشتغل. وفينوم بيهدى وبيسمع الكلام بس بيديله بالدماغ عشان مش عاجبه تفكير إيدي. وبيروح بعدها يقابل كاسيدي في السجن اللي محبوس فيه، وبيسأله اشمعنى عاوز تتكلم معايا أنا بس. فكاسيدي بيقول له أنا معجب بيك وبشغلك وعاوزك أنت اللي تحكي قصة حياتي، بس الأول تكتب رسالة معينة ليا في الجورنال عشان أنت عارف إن ليا معجبين كتير والناس بتحب قصص السفاحين. وإيدي بيوافق وبيقول له عاوزني أكتب إيه. وكاسيدي قال له أنا عاوزك تكتب عن المعبد البعيد مع ملاكي ونص التاني. وإيدي ما كانش فاهم الكلام ده وبيقول له دي طلاسم ولا إيه. وكاسيدي قال له اكتب الكلام ده ومالكش دعوة وبعدها أحكي لك بقصة حياتي. وإيدي وهو ماشي فينوم بيوقفه وبيقول له بص على الرسومات اللي موجودة على الحيطة. وإيدي بيبص على الرسومات ومش بيفهم حاجة، ولما بيخرج المحقق بيقول له وصلت لإيه. وإيدي قال له ولا حاجة وما قاليش ولا معلومة مفيدة، وبيقول له شكل موضوع كاسيدي ده هياخد وقت ولو قال لي على أي معلومة هاجي أقولها لك. ومحقق بيصدقه وبيمشي، بس إيدي لما بيروح فينوم بيرسم له كل الرسومات اللي كانت على حيطان زنزانة كاسيدي، بس إيدي قال له أنا لسه مش فاهم حاجة. ففينوم بيرسم له جزيرة وبيخش على النت وبيجيب له صورة للجزيرة دي، وبيتضح إن كاسيدي دفن جثث الضحايا بتوعه هناك. فإيدي على طول بيبلغ الشرطة وبيروح يطلعوا الجثث من هناك، والمحقق بيتعصب عشان إيدي عرف يعمل اللي الشرطة معرفتش تعمله. والمحكمة بتقرر تصدر عقوبة الإعدام على كاسيدي عشان كده ثبت عليه إن هو سفاح وقاتل متسلسل. وكاسيدي كان في قمة الغضب، وفرانسيس بتصرخ بعد ما عرفت بخبر إعدام حبيبها. وطبعا الفضل ده يرجع للصحفي إيدي بروك، وبيرجع إيدي شاطر في شغله من تاني والناس بتتكلم عنه. وبنروح لإيدي وفينوم في البيت، وفينوم كان متضايق لأنه جعان ومش بياكل أدمغة الناس. وبيقول لإيدي أنا نفسي أخرج في الشارع والناس تشوفني وأحس بالهوا في شعري وأروح البحر. فإيدي بيقول له هو أنت عندك شعر أصلا؟ وفينوم قال له أنا ما بقتش قادر أستحمل العيشة دي ومش هينفع أفضل أكل فراخ وشوكولاتة بس. وفينوم فعلا كان ميت من الجوع وبيرجع جوه جسم إيدي، وإيدي بيقول له أنت عايش جوايا فأنت هتمشي بقوانيني. وبيقعد على اللابتوب وبيشتغل، وفينوم بيقول له أنا جعان، وإيدي قال له أنا مش فاضيلك وورايا شغل. وراح فينوم متعصب عليه ومبوظ شغله. فإيدي قال له خلاص هجيب لك الأكل اللي أنت عاوزه. وبينزل السوبر ماركت اللي تحت البيت، وإيدي وفينوم بيسلموا على تشين صاحبة السوبر ماركت، وهي بتقول لهم إن الشوكولاتة لسه ما وصلتش. وفينوم وإيدي بيتضايقوا، وإيدي بياخد فينوم لمزرعة فراخ وبيقول له كل جميع الفراخ اللي أنت عايزها لحد ما تشبع. وفينوم بعد ما أكل الفراخ بيطلع ريشة من بقه وبيقول لإيدي أنا زهقت من الفراخ، أنا عاوز آكل دماغ بني آدم. دماغ الفراخ صغيرة ومش بتشبع. وفجأة بيشوفوا مجرم بيتعدى على واحدة ست، وفينوم بيفرح وبيقول أخيرا شخص شرير، وبيهجم على الشرير وبيفتح بقه عشان ياكله، بس إيدي بيرفض وبيأمره يسيب الراجل في حاله. وفينوم بيوافق وبيرميه بعيد وبيخلي إيدي متعلق في الهواء. واني بتتصل بإيدي وبتقول له أنا عاوز أقابلك، وبيتفقوا يتقابلوا بكرة. وإيدي كان فرحان وبيعتقد إن علاقته بآني ترجع تاني زي الأول، ولكن لما إيدي بيقابلها تاني يوم بيتصدم لما بيشوف الدبلة في إيديها وهي بتقول له خلاص أنا هتجوز دان قريب. وإيدي وفينوم كانوا في قمة الإحباط، وفينوم بيقول لإيدي كان المفروض داني تبقى من نصيبنا. وإيدي بيتجاهل فينوم تماما لأن المفروض إن أني عارفة إن فينوم مات، وبيبارك لإني وهو زعلان. وإني بتحس إن فينوم موجود معاه وبتقول لإيدي وأنا مع دان بحس بالأمان، ولكن معاك بحس بعدم استقرار وبتكذب عليا كتير زي ما عرفتني إن فينوم مات وهو
وهو لسه جواك اصلا. وايدي بياخد بعضه وبيمشي وبيسوق بتطور شديد، وكان نفسه ينتحر بس طبعا مهما حصل له فينوم هيعالج اصاباته. وفينوم بيواسيه وبيقول له انا عارف ان الالم العاطفي اصعب الم ومش بيروح بسهوله، فانا عاوزك تستحمل وتتخطى الموضوع. وتاني يوم ايدي بتجيله رسالة من كاسيدي وكان بيقول له انا بدعوك تبقى شاهد على موتي ولحظاتي الاخيرة لانك المسؤول على نهاية حياتي. كاسيدي بيحكي له قصة حياته اللي وعده بيها، وانه وهو صغير زق جدته من على السلم وقتلها، وابوه جه ضربه بعنف ووداه للاصلاحية، وهناك كاسيدي كان بيتعرض للضرب والاهانة، بس فرانسيس اتدخلت ودافعت عنه واستخدمت قوتها الخارقة على المتنمرين دول. كاسيدي من وقتها حب فرانسيس جدا وكان بيعتبرها الحاجة الوحيدة الحلوة اللي موجودة في حياته. وايدي بعد ما قرا القصة بيفكر يروح يحضر اعدام كاسيدي، وبالرغم ان فينوم كان رافض بس ايدي بيقرر يروح عشان ممكن ياخد اي اعتراف او قصة من كاسيدي وينزلها في الجورنال. وتاني يوم بيروح السجن وبيقابل كاسيدي، وكاسيدي بيقول له ازاي هتعيش وانت سبب في وفاة شخص؟ فايدي قال له ما انت اللي قتلت ناس كتيرة في حياتك، قول لي انت بقى ازاي عايش لحد دلوقتي. وايدي بيطلع جهاز وبيسجل كلام كاسيدي علشان ينشر كلامه، وكاسيدي بيقول له اكتر حاجة انا كنت بتمناها اني امتلك عيلة. وايدي بيسأله ايه اخر امنياتك قبل ما تموت؟ كاسيدي قال له انا بتمنى قلبك يتدمر وتعيش لوحدك زي ما انا عشت، وانا وانت اصلا شبه بعض، زي ما انا قتلت جدتي انت كمان قتلت امك لما خلفتك عشان انت سرطان على كل اللي بيحبوك، وخدعت خطيبتك واستغلتها. وفينوم بيتعصب وبيتضايق ان كاسيدي بيكلم ايدي بالشكل ده، فبيهجم على كاسيدي وبيضربه، وكاسيدي بيعض ايدي والظابط بيتدخل وبيبعدهم عن بعض. كاسيدي بيقول لايدي دمك طعمه غريب، والظابط بياخد ايدي وبيمشي، وكاسيدي بيتفاجئ لما الدم بتاع ايدي بيتحرك بشكل غريب، وبيتضح ان كاسيدي عض حته من فينوم وبيبلعها. وايدي ما كانش يعرف ان كاسيدي بلع حته من فينوم، وبيرجع البيت ويفضل يتجادل مع فينوم عشان فينوم غرق وضرب كاسيدي وضيع على ايدي اعتراف من كاسيدي. وايدي بيقول له انا امرتك قبل كده ما تتدخلش في شغلي، وانت ما فكرتش اننا كده ممكن نتكشف، بس انت مش بتفكر في الحاجات دي، انت بتفكر في الاكل وبس. قبل ما انت تخش حياتي انا كنت شخص ناجح جدا. وفينوم بيقول له ما تنساش انك دمرت حياتك بنفسك، ولما انا دخلت حياتك رجعت شخص ناجح تاني، وما تنساش ان انا اللي اكتشفت الدليل في زنزانة كاسيدي. فايدي قال له لا انت فهمتني غلط، انا عاوز اعيش في هدوء، بس انت على طول بتتكلم في دماغي ومصدعني عن الاكل، وانت اصلا فاشل ومحدش في الكوكب بتاعك بيحبك، فانت محظوظ ان انا متقبلك. والجدال ما بينهم بيتحول لخناقه، وفينوم بيكسر مناخير ايدي وكمان بيلف نفسه حوالين رقبه ايدي وبيخنقه، وايدي بيضرب فينوم بخوذه في وشه وكسر له اسنانه، والخناقه ما بينهم بتكمل وبيدمروا البيت. وفينوم بياخد قرار ان هو يمشي ويسيب جسم ايدي ويتخلى عنه، وبيخش جوه جسم شخص فقير في الشارع وبيدمر موتوسيكل ايدي، وايدي بيطلع يشتمه وبيقول له يا ريتني ما قابلتك قبل كده. وفينوم بيفضل يتنقل من جسم شخص للتاني، وبالليل جه وقت اعدام كاسيدي وكانوا رابطينه وبيحقنوه بالحقنه المميته، ولكن المواد الكيميائيه بتتفاعل مع غلايا فينوم اللي كاسيدي بلعها، وبالتالي في سيمبيوت جديد بيتكون جوه جسم كاسيدي، وبيظهر السيمبيوت ده اللي اسمه كارنيج، واللي بيبقى سيمبيوت قوي جدا واقوى من فينوم. وبيبدا كارنيج يدمر السجن وبينشر فوضى في كل مكان وبيحرر المساجين وبيعمل مذبحه في السجن وبيقتل كل الضباط والحراس. كاسيدي بيحقق حلمه وبيهرب من السجن، وايدي بيعرف من الاخبار بخبر هروب كاسيدي، والمحقق بيجيله البيت وبيقول له كاسيدي ما كانش بيتكلم غير معاك، فانت اكيد عارف هو هرب راح فين. وايدي قال له صدقني مش عارف، والمحقق مش بيصدق ايدي عشان هو قال له قبل كده ما عنديش اي معلومات، وطلع عنده وبيقول لايدي نصيحه مني لازم تستخبى لان اكيد كاسيدي بيدور عليك، وبيسيبه وبيمشي. وايدي بيقعد يفكر في حل وبيقول لو فينوم كان معايا كان هيفكر ازاي. وفينوم في نفس الوقت كان في حفله تنكريه، والناس في المكان بيظنوا ان فينوم ده شخص حقيقي ومتنكر، وبيعجبوا جدا بشكله وبيتصوروا معاه وبيقولوا له ازاي التنكري بتاعك جامد. وفينوم بينضم للحفله وبيطلع يتكلم وبيشتم في ايدي، وبعدها بيمشي من المكان وهو متضايق لان هو مش عارف ينسجم مع اي شخص غير ايدي. وعلى الناحيه التانيه ايدي بيروح لدار الايتام اللي كان عايش فيها كاسيدي وفرانسيس، ودار الايتام حاليا اصبحت مهجوره، وبيلاقي قلب محفور على شجره وفي اول حرفين من اسم كاسيدي وفرانسيس، فبيفهم ان كاسيدي عنده واحده بيحبها، فوارد ان تكون دي وجهه كاسيدي الجايه. وبيتصل بالمحقق موليجان وبيحكي له باللي شافه، وبيطلع ان المحقق موليجان اللي ضرب نار على عين فرانسيس زمان، وبيفهم ان كاسيدي هيروح ينقذ فرانسيس. كاسيدي في نفس الوقت بيسرق عربيه، واول حاجه هيعملها هيروح للمكان اللي محبوسه فيه فرانسيس، بس هو كان لسه ما يعرفش هي محبوسه فين بالظبط. فبيخش سوبر ماركت وبيضرب الكاشير، وكارنيج بيخش يستخدم قدراته وبيخترق اللابتوب وبيخش على موقع الشرطه وبيعرف بالمكان اللي محبوسه فيه فرانسيس. وكاسيدي بياخد بعضه وبيتجه على هناك،
وبيخش يقتل كل الحراس والدكاتره اللي موجودين وبيكسر الزنزانه بتاعتها وبيرجعوا لبعض بعد كل السنين دي وبيرجعوا العربيه، بس الشرطه بتجيلهم وكارنيجي بيحاربهم وبيدمر عربيات الشرطه، وفرانسيس بتقرر تساعد وبتهاجم الطيارات بموجات الصوت بتاعتها، بس هي ما كانتش تعرف انها بالشكل ده بتاذي كارنيج. فكارنيج بيتعصب جدا وكاسيدي بيسكتها وبيفهمها ان كارنيج بيتاذي من الصوت، وكارنيج بيقول لكاسيدي لو عملت كده تاني هقتلها. وبعدين بيتحركوا بالعربيه، وبعدها فينوم بيروح لتشين صاحبة السوبر ماركت اللي تحت بيت ايدي وبيقول لتشين انا جعان، وتشين بتتعرف عليه وهو بيفضل يقول لها انا جعان. ومحقق موليجان بيقبض على ايدي عشان عاوز منه كل المعلومات عن كاسيدي وبيساله اشمعنى كاسيدي طلب يتكلم معاك قبل الاعدام وفي امور كتيره غريبه عنك وانا عايز لها تفسير. والاخبار بتقول ان كاسيدي معاه وحش غريب لونه احمر، وايدي بيفهم ان لما كاسيدي عضه في سيمبيوت اتولد جوه جسم كاسيدي، وايدي ما كانش عارف يرد يقول له ايه وبيطلب يتكلم في التليفون، وايدي كان عمل المكالمه وطلب ان تجيله وهي بتجيله وبتساله ايه اللي حصل، وايدي بيحكي لها على كل حاجه وبيقول لها فينوم مش معايا ولازم تجيبيه وتيجي علشان يحررني، وهو اكيد عند تشين علشان همه على بطنه بس. واني بتوافق تساعده وبتروح هي ودان لتشين وبتسالها انت تعرفي مكان فينوم، وتشين قالت لها لا ما اعرفش، وفينوم مش عاوز يرجع لايدي علشان ايدي قال له مش عاوز اعرفك تاني. واني بتحس ان فينوم موجود جوه جسم تشين وبتقول له اخرج عاوز اتكلم معاك، وفينوم بيخرج وبيقول لها المشكله اللي ايدي فيها دي مشكلته وانا ماليش دعوه. واني بتغازل فينوم وبتقول له انت البطل اللي هينقذ ايدي، بص في عيني وكلمني انا بحب اشوفك وانت بتقاتل. وفينوم بيتم اغراءه بالفعل وبيوافق يساعد ايدي، وبينما كاسيدي وفرانسيس بيقرروا يتجوزوا، كل واحد فيهم بيقرر يقتل شخص معين. فرانسيس عاوزه تقتل المحقق موليجان لانه ضرب عليها نار زمان واصاب عينيها، وكاسيدي عاوز يقتل ايدي عشان بسببه كاسيدي كان هيتعدم. وكارنيجي بيقول وانا كمان عاوز اقتل ابويا فينوم عشان ابقى انا السيمبيوت الوحيد اللي على الارض. وبعدها اني بترجع لايدي وجوه جسمها فينوم وبتحرر ايدي بنجاح من السجن وبيهربوا، بس فينوم ما كانش عاوز يرجع لايدي الا لما يعتذر، وايدي بيكبر دماغه وبيعتذر لفينوم، وفينوم بيقول له لا مش حاسسها من قلبك. فايدي بيقول له انا كنت فاشل قبل ما اعرفك وانت خليتني مميز وانا فعلا اسف، وفينوم بيسامحه وبيرجع لجسم ايدي، وايدي بيسيبهم وبيمشي. وعلى الجانب الاخر المحقق موليجان بيوصل عند بيت ايدي عشان يقبض عليه تاني، ولكن بيشوف كاسيدي قدامه وبيخرج من العربيه وبيرفع عليه مسدس، وكارنيج بيظهر وبيقبض على موليجان، وفرانسيس بتقتحم بيت ايدي وبتقلب في حاجته وبتعرف بعنوان اني، فبتروح على العنوان ده تضرب دان، وبعدها بتقبض على اني وبتاخدها معاها كرهينه وبتدي الدعوه الجوازه دي لداني، وبتقول له سلم الدعوه دي لايدي وفينوم وقول له لازم تيجي عشان تنقذ اني، وبتاخد بعضها وبتمشي. ودان بيتصل بايدي وبيحكي له باللي حصل وبيعرفه بالعنوان اللي كاسيدي وفرانسيس هيتجوزوا فيه، وفينوم وايدي بيروحوا بسرعه للمكان اللي هيتجوزوا فيه. كارنيج بيكشف عن نفسه ففينوم بيخاف وبيستخبى في جسم ايدي وبيقول لايدي ده سيمبيوت احمر يعني هو قوي جدا فاحنا لازم نهرب، وايدي بيتوسل ليه يخرج حالا عشان هم في خطر، وبيقول له هسيبك تاكل دماغ اي حد. ففينوم بيفرح وبيظهر تاني والاتنين بيجروا عشان يقاتلوا بعض، وفرانسيس بتستخدم قوتها عشان تاذي فينوم، بس هي بالشكل ده بتاذي كارنيج برضه، فكارنيج بيضربها وبيقول لها ما تتدخليش تاني. كاسيدي بيتضايق ان كارنيج بيأذي حبيبته، وفينوم بينطلق عشان يهجم على كارنيج وبيتفادى ضربته وبينط في الهواء وبيضربه وبيوقعه، بس كارنيج بيقوم وبيرد على فينوم وبيثبت فينوم بالحيطه بالسهام. وفي نفس الوقت فرانسيس كانت عاوزه تقتل موليجان بس كارنيج بيسحبها وبيأمرها تستخدم قوتها وتقتل فينوم، واثناء وهم بيتكلموا موليجان بيهرب وبيركب الاسانسير وبيطلع فوق وبيطلب الدعم من الشرطه، بس فرانسيس بتيجي وراه وبتضربه وبتبدا تدمر عينه زي ما عمل معاها، وبعدين بتلف سلسله حوالين رقبته وبتضربه وبتوقعه بعيد، وتحت كارنيج بياكل راس الكاهن وده بيخلي كارنيج يصبح اقوى وبيكبر وبيمسك فينوم عشان يقتله، بس فينوم قدر يضربه وبيطيره بعيد، ودان بيبقى وصل وبيستغل الفرصه وبيولع نار في كارنيج، بس كارنيج قوي ومش بيموت بسهوله وبيروح يمسك دان علشان يقتله، بس فينوم بيلحقه وبيخنق كارنيج، وفي جرس في المكان بيشتغل ففينوم وكارنيج بيتأذوا وبيخشوا جوه اجسام كاسيدي وايدي وهما الاثنين بيتقاتلوا راجل لراجل، وبعدين السيمبيوت بيظهر تاني، كارنيج بيدمر الجرس وبيكملوا عركتهم سوا، وكان باين ان كارنيج اقوى منه بكتير وبيجيب فينوم ارض، وكاسيدي بيمسك المطرقه وبينزل ضرب في ايدي وبيكسر ركبته وبيقول لايدي انا خليك تشوف حبيبتك بتموت قدام عينك، وبياخد اني وبيطلع بيها على المبنى، وفينوم بيقول لايدي انا اسف كارنيج مستحيل يتهزم، وفرانسيس بتشوف ان كارنيج عاوز يقتل اني فبتقول كده كتير البنت دي مالهاش ذنب وبتطلب من كاسيدي يتدخل، ولكن كارنيج بيمسك فرانسيس وعاوز يقتلها، كاسيدي بيتعصب وعاوز يمنعه ويتحرر منه، وكارنيج بيقول له اخرس وبيدخله جوه جسمه، وفرانسيس بتفقد الوعي، وفينوم بيشوف من بعيد ان كارنيج وكاسيدي مش متوافقين فهيبقى سهل يفصلهم عن بعض، وفينوم بيتشجع وبيشيل الصخور وبيقوم وبيتسلق المبنى وبينط من فوق وبيطعن كارنيج بعصايه حديد، بس الضربه مش بتأثر فيه
كاسيدي واني كانت هتقع وفينوم بينط وبيمسكها، وكارنيج بيستغل الفرصه وبيطعن فينوم بالمخالب بتاعته وبيطعنه كذا مره، وفينوم كان خلاص هيموت لكنه بيلجأ لحل اخير وبيرمي فرانسيس من اعلى مبنى. ففرانسيس بتفضل تصرخ بصوت عالي وهي بتقع، فبالتالي ايدي وكاسيدي بينفصلوا عن السيمبيوت والجرس بيقع على فرانسيس وبيقتلها، وفينوم بيعافر وبينقذ ايدي من السقوط. بعجوبه كاسيدي بيقع من فوق وعظم جسمه بيتكسر، وكارنيج كان بيقرب منه عشان يتحد معاه بس فينوم بيدوس عليه وبياكله وبيخلص على كارنيج تماما، وبيمسك كاسيدي ومش بيقدر يستنى كتير وبياكل راسه، والشرطه بتوصل المكان. فابطالنا الثلاثه بيهربوا وايدي بيودع اني ودان وبيمشي لوحده، وبنشوف المحقق موليجان عينه بتنور، وايدي وفينوم بيقعدوا سوا وفينوم بيقول له جه الوقت عشان ننفصل عن بعض، بس ايدي بيقول له لا احنا مقدر لينا نعيش مع بعض، ولا انا اقدر انفصل عنك ولا انت تقدر تنفصل عني. وبيروحوا يقعدوا على البحر لحد ما الاجواء تهدى، وبعدها بيقعدوا على السرير، وفجاه المكان حواليهم بيتغير وبيكونوا انتقلوا لكون تاني، وبيشوفوا الاخبار على التلفزيون بيتكلم عن بيتر باركر وانه سبايدر مان، وفينوم بيقول لايدي وبيقول له انا عاوز اكل دماغ سبايدر مان. كده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم تنساش شير واللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، ولو حابين نلخص اي فيلم ابطال خارقين او اكشن اكتبوا لنا في الكومنتات.